السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد متتبعي قناة ميجا وصفة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. اليوم ان شاء الله غنشوفوا طريقة تحضير الحرشة العادية او الحرشة اليومية وكيفاش تجينا رطبة وهشيشة بمقادير مضبوطة ان شاء الله. كنتمنى انكم تجربوا الوصفة اليوم وتنال الاعجاب ديالكم. عندي هنا نصف كيلو السميدة المتوسطة اللي كنوجدوا بها الحرشة. غنحتاجوا له ملعقة صغيرة د السكر ونصف ملعقة صغيرة د الملح. غنحتاجوا ملعقة طعام د الخميرة الفورية أو خميرة العجن و6 معالق زيت نباتية. وغنحتاجو للماء الدافئ باش نعجنو به او باش نجمعو السميده ديالنا. ندوبو الخميره مع السكر شويه د الماء دافي ونخليوها حتى تذوب او حتى تتفاعل. وفي هذا الاثناء نمشيو نضيفوا الزيت على السميده، نضيفوا 6 معالق طعام زيت نباتيه بهذا الشكل هذا. وما نكثروش الزيت لان هي اللي كتخلي السميده تهرس او ترتق. نضيفوا الزيت، نصف كيلو السميده نحتاجوا له 6 معالق طعام زيت نباتيه، ونبقاو نخلطوها بهذا الشكل هذا تنحسوا بان السميده كامله تلبست بالزيت. نضيفو دابا الخميره ونبقاو نضيفو الماء شويه بشويه وحنا كنعجنو. عاد نضيفو الملح في الاخير. هاد الكميه ديال السميده اللي خديت نصف كيلو د السميده غادي نحتاجو لها تقريبا 4 لتر د الماء، ويمكن نزيدو كاع شويه. واذا بغيتو تعملوا حرشه تكون كبيره كتضعفوا الكميه. يعني كيلو د السميده غادي نحتاجو لها 12 ملعقه د زيت نباتيه. وما نبالغوش في العجين ديالها، يكفي اننا غير نحركوها هكذا شويه بيدنا وصافي. تنشوفوا بان هذا الماء هذا غيبدا يرجع بيض كيف كتشوفوا معايا هنايا. صافي ما نبقاوش نزيدوا العجين كيف كتشوفوا معايا. انا خديت له 4 لتر د الماء تقريبا باش عجنتها. اذا نخليوها ترتاح واحد 10 دقائق ونمشيو نسخنوا المقله. من الاحسن هذه المقله هذه الثقيله اللي كنسميوها المقله د الرغايف ندهنوها بشويه د الزبده ونوضعوا العجين كله فيها بهذا الشكل هذا، وحنا كنشكلوه بالظهر ديال الملعقه. دائما يكون هذا الظهر ديال الملعقه مفزك بشويه د الماء باش كيسهل علينا التشكيل ديالها. وصافي كنبقاو هكذا حتى كنحصلوا على شكل خبيزه هكذا مدوره. النار دائما متوسطه باش كطيبنا الحرشه مزيان من داخل. ملي كنحسوا بها انها تجمعات من التحت او طابت مره كنطلعوا عليها هكذا ما فيها باس. ملي نشوفوها انها نحسوا بها انها تجمعات وبدات تحمر شويه كنبقاو نزيدوا شويه السميده هكذا على الوجه ديالها باش كنقلبوها. من الاحسن اننا ما نعملوش السميده في المقله هكذا كتحمر دغيا. كتجي السميده كتحمر بدغيا من برا ولكن من داخل كتبقى شويه خضره. فمن الاحسن نوضعوا غير الزبيده كافيه. وملي كنحسوا بها انها تحمرت كنعرفوها وطابت كنقلبوها على الجهه الاخرى ونخليوها ايضا على نار متوسطه تقريبا هادئه طيب على خطره. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. نقدموها بالصحه والعافيه. كنتمنى ان شاء الله الوصفه اليوم تعجبكم وتنجح معكم. بهاد المقادير هذه نلتزموا بها وصافي ان شاء الله تجيكم حرشه ناجحه. كيف كتشوفوا حتى الطهر ديالها محمره وطيبه مزيان وكتجي رطبه وهشيشه وما كتجيش كتهرس. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا له لايك وتشتركوا معنا في القناه، تفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناه. وانا هنا كنقول لكم كيف ديما بصحه وراحه والى لقاء فيديو اخر ان شاء الله.